من 1000 ل100,000 متابع وفي أقل من شهرين. بدأت الحكاية لما جات لي مسج على فيسبوك، صفحة بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، يعني مفيش تصوير، مفيش معدات، مفيش كاميرا. كان عندهم 1000 متابع بس. قعدنا واتكلمنا وعرفت القصة. الموضوع ببساطة بدأ باتنين أمهات، ستات بيوت، كل اللي بيحتاجوه 5 دقايق هدوء بعيد عن دوشة الصحون والحلل والعيال. قرروا يعملوا حكايات ثناء، صفحة بتعبر عن الوجع والفرح، والأهم من ده كله بتعبر عن كل حاجة حلوة موجودة في حياتنا. اشتغلنا على الاستراتيجية والتوجيه والأفكار، واشتغلنا على الهوك وجذب الانتباه من أول سنة، وحطينا الخطة بالكامل. وبتوجيه بسيط جدا مني وبروحهم وحبهم للثناء قدرنا نوصل لملايين المشاهدات وأكتر من 100,000 متابع، وكل ده في أقل من شهرين اتنين بس. الخلاصة، محتاج تظهر بوشك في المحتوى؟ الإجابة لا. محتاج كاميرا غالية ومعدات إضاءة؟ برضو لا. كل اللي محتاجه الاستراتيجية والتوجيه المناسب، ومعاهم أدوات بسيطة تسهل عليك التنفيذ. والأهم من كل ده روحك وحبك واستمرارك والتزامك ناحية اللي بتقدمه. ساعتها هتحقق أرقام زي حكايات ثناء. لو محتاج توجيه أو مساعدة في محتواك ابعت لي في الرسائل أو اعمل لي كومنت وهرد عليك. تابعوا حكايات ثناء لأنها بتعبر عنكم بشكل أنتم مش متخيلينه. ولو محتاج تعرف أكتر عن حكايات ثناء ابعت لهم على الصفحة، اللينك موجود في الكابشن.